فلما تروح للجزار تقول له انا عايزه ضاني صغير، مش عايزه ضاني كبير، انا عايزه حاجه اوزي صغيره تاخدش معايا فوره على النار. بعد كده بتعمل ايه؟ وبعد كده انا طلعتها دلوقتي، انا عندي من حله الشوربه هي، اديتها شوربتها واشرب منها شوربه برده كمان. بطلعها اجيبها في الطبق زي ما هي كده. دي تتبيله عباره ما فيهاش افوره ولا فيها كلام كتير التتبيله عامه يعني، لان الطعم الاصلي انا مش عايز اطلعه. دي التتبيله بتاعتها، انا بجيبها كده وبحطها عليها التتبيله بتاعتها كده، بسقيها منها كده على حسب الكميه اللي عندي. انا عشان ما عنديش الا حتتين لحم صغيرين فبتبل بالطريقه دي، بشربها منها كلها كده بره وجوه حته اللحم. تمام. بتنزلها على النار بالبصل ده؟ بنزلها على النار بالبصل، ما البصل ده بينزل حلاوته على اللحم، بيخليه ليها في حته تانيه خالص. تمام. انا بتبلها حته حته كده معايا، مش انا بجيب واحط في التتبيله، لا انا بتبلها قطعه قطعه، لان ده لحم ضاني لازم يبقى فيه الكلام مظبوط. وممكن اخد شويه الميه اللي نازلين دول بس كده كمان مع البصله كده، النيفه كده بقت عندي جاهزه اللي هي تنزل على النار على طول. بعد كده بجيب الشبكه بتاعتي، دي شبكه كده من على التتبيله على الشبكه كده. تمام. بجيبها حته حته، بشيلها من هنا احطها في التتبيله واتبلها، واحط عليها التتبيله بتاعتها دي، بتبلها كده على حسب الكميه اللي انا عايزها. بتنزل بقى بيها على الفحم. وبنزل بيها على الفحم. بتقعد وقت قد ايه؟ بتقعد وقت 10 دقايق بالظبط، مش اكتر، لانها مستويه. ماشي. انا بحطها على الفحم مظبوط عندي كده، النار بتبقى مفروضه عندي، واهم حاجه يبقى النار تحتيها خفيفه، لان اللحم مستوي انا عايزها تشمع عشان تبقى زبده معايا. بس بحطها على النار كده، ومعاها حته فلفلايه وطماطمايه جمال جنبها. في ناس على فكره قوي بتسيب اللحم وتاكل الفلفل والطماطم المشوي ده، لان الفلفل والطماطم المشوي ده هو اساس هي قدامنا دلوقتي هتستوي. هي دلوقتي هتستوي وهتبقى 100 فل و10. استناها. مش هتبقى محتاجه يعني حاجه، 10 دقايق على النار هتطلع دلوقتي. افرجك عليها بعد ما تستوي.